تقع بوركينا فاسو في الغرب الأفريقي كما هو معلوم، وتتمتع بنسبة 65% من المسلمين، وما تبقى وثنيون ومسيحيون ولا دينيون. والإسلام في بوركينا فاسو نشط نسبيا، حيث فيها بعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بجهود متواضعة لتغطية احتياجات المسلمين فيها من بناء للمدارس لتحفيظ القرآن الكريم ولتعليم مبادئ الدين الإسلامي وحفر للآبار الارتوازية، لأنكم تعلمون أن البلاد تعاني من جفاف، فلا بد من آبار ارتوازية وأعمال مهنية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المسلمين إلى إيجاد فرص عمل لهم وإلى احتوائهم حتى لا يكونوا لقمة في براثن الدعوة التبشيرية العالمية التي تسود القارة الأفريقية عموما وبوركينا فاسو خصوصا. فكثير من الناس تنصروا بسبب الحاجة، وكثير من القرى دخلت في النصرانية بسبب الاحتياج المعنوي أو المادي. فتقوم بعض هذه الجمعيات بجهد متواضع من أجل لملمة هذه الفئة واحتوائها في ظل الإسلام، وكذلك بناء المساجد في القرى النائية التي تحتاج إلى المساجد والمدارس كما ذكرت والآبار والأضاحي أيضا من الوسائل الدعوية التي تستخدم من أجل دعوة الناس إلى الإسلام. فكثير من الوثنيين حتى في هذا الشهر أذكر أن بلدا بكاملها بسبب الإحسان دخلوا جميعا في الإسلام، ما يزول عن 500 إنسان دخلوا في الإسلام في هذا الشهر. أما إذا حسبنا خلال العام يعني آلاف الناس يدخلون في الإسلام بسبب العمل الخيري. فلذلك العمل الخيري له أثره الكبير والفعال على مستوى بلادي، على مستوى بوركينا فاسو، على قاعدة أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم طالما استعبد الناس إحسان. يا داود ذكر الناس بآلائي فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فلكل بلد معاناته، ومعاناتنا هي قلة الإمكانيات الدعوية، قلة الإمكانات الدعوية، علما بأن الكنيسة تضخ إمكانياتها على الساحة منافسة للجهود الدعوية الإسلامية، لكن هناك استجابة لما يتمتع به الإسلام من روح يتلمسها كل من يدخل فيها. أما الجوانب الأخرى أو الدعوات الأخرى فيها المادة لكن لا توجد فيها المعنوية، لا توجد فيها روح. فلذلك طموحنا كبير في مضاعفة الجهود، ودعوتنا أيضا أكيد للجمعيات الخيرية الخارجية كالجمعيات والمؤسسات التركية، دعواتنا لهم ملحة إلى أن يزوروا الساحة ليتأكدوا من احتياجات المجتمع ولصدق ما نقوله، لأننا نعيش، يعني الواقف أمامكم داعية على مستوى بوركينا
في كل إذاعاتها لنا محاضرات يومية وأسبوعية وشهرية، إضافة إلى جولات ميدانية. أستطيع القول أني لقد طفت بوركينا فاسو كلها محافظة، وأعرف عن كثب ومشاهدة ما تعانيه المجتمعات والقبائل من مشاكل يومية أعرفها عن كثب. نعم. فنرجو وندعو كل أصحاب المؤسسات الخيرية سواء منهم الإغاثية أو التعليمية أو الطبية، لأنه بعض القبائل تنصرت بسبب الاحتياجات الطبية. مثلا يكون طفل مريض أو طفلة مريضة مثلا، فيسعف إلى مستشفى ويوضع صورة المسيح، يقول آمن بهذا أو آمني بهذه الصورة، صاحب هذه الصورة، فإنك إذا آمنت به سوف يتم الشفاء. فعندما يتمنع أهل المريض أو المريض نفسه يترك بدون دواء إلى أن يعاني فيؤمن بالصورة أو بصاحبها، ثم يتم تناوله الدواء فيشفى، فيقال أرأيت لما آمنت بهذا صاحب هذه الصورة شفيت، كنت تموت. فإذا شفي ينقلب أهله كله معه إلى الإيمان بهذه الصورة المزيفة. هذه كثيرا ما وقعت. نعم. فلذلك ندعو الجهات الطبية أيضا، كما ندعو أصحاب التعليم، لأن التعليم له يعني فضل كبير في تغيير المجتمعات، لأن الجهل مصيبة من كبريات المصائب. فتجد مثلا في بعض القرى الناس ليس لهم مدرسة مثلا إلا المدارس المسيحية، فيضطرون إلى نقل أبنائهم إليها، فيتم تفريغ أدمغتهم عن الإسلام شيئا فشيئا إلى أن يتخرج الطالب مثلا واسمه محمد لكنه بول. نعم. وكثير منهم يحمل اسمين. أي إنسان تراه في أفريقيا أو في بوركينا فاسو خاصة يحمل اسمين، اسم إسلامي واسم مسيحي، اعلم بأن أصله إسلامي مسلم، لكنه تنصر بسبب الاحتياج إلى التعليم، لأن المدارس النموذجية أكثرها مسيحية. لماذا؟ لأن المدارس الإسلامية فردية، جهودها فردية فلا تتميز، ألم ترى؟ لكن هذه المدارس المسيحية جهودها يعني خارجية وداخلية، فتجد بأن فيها الامتياز، فيضطر المسلمون أو أبناء المسلمون إلى الالتحاق بها ثم يتنصرون تلقائيا، وهذا كثير. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعم. فهذه هي دولة بوركينا فاسو. صحيح أن نسبة المسلمين فيها كما أسلفت 65%، لكن ليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالكيف. إذا لم يتلقى الإنسان التعليم الجيد ولم يتلقى المجتمع تعليما جيدا مهما بلغ عددهم فإن الكيف يكون ضعيفا، ألم ترى؟ نعم. وإلا العدد كبير، لكن لا أخفيك بأن الحكومة أيضا المسيحية، فتجد بأن التيار المسيحي وإن كان قليلا تجد فيها الفاعلية للأسف الشديد. نعم. هذه مختصر يعني جدا جدا من المشاكل التي تعاني منها الدعوة أو سفينة الدعوة في بوركينا فاسو. نعم. نحن نرى أن الحل يكمن في إعداد المدارس النموذجية، بمعنى أننا إذا أخذنا عددا من الشباب أو من الأطفال وتم إعدادهم إعدادا علميا صحيحا منتجا، خلال فترة وجيزة سنجد بأن الساحة تغيرت،
ونحن هنا نبارك للمؤسسات التركية التي تبادرت إلى العمل في بلادنا، فإنهم أسهموا كثيرا في تعويم سفينة الصحوة، وإن كان لا يزال، إلا أن مبادرتهم كانت مباركة. فأنا أرى أن المشكلة تكمن في إعداد الأجيال. لماذا؟ لأن السباق فيهم، فإذا ما أحسننا تأهيلهم تأهيلا صحيحا فإن المستقبل مضمون. الآن أقول لكم على سبيل المثال، لما افتقدنا نحن إلى التأهيل الصحيح حتى قيادة البلاد لا نتأهل لها، وإن كانت الشعبية بيدنا. نحن اليوم إن أردنا أن نخوض الانتخابات مثلا الرئاسية وكذا نفوز، لكن أين الكوادر؟ أين الكوادر الذين تم تأهيلهم مسبقا؟ نفتقد إليه. فلا نستطيع أن نخوض مثلا معارك انتخابية مجازفة بسبب الكم الهائل من المسلمين. يحتاج إلى التأهيل وإلى الكادر المتأهل للبيئة. نعم. فأرى أن المدارس، نوعية المدارس، نموذجية المدارس لها دورها البارز والأكيد في نهوض الأمة في قيامها. نعم. وإن كان هناك أمور أخرى تضاف إليها، إلا أنها من الأساسيات التي لا يمكن الحياد عنها. نعم.